تحية طيبة. فالتقرير غادي نراجعوا أهم الأرقام والمؤشرات اللي ميزت بورصة الدار البيضاء في الأسبوع الممتد من 2 حتى 6 فبراير 2026. تطور مؤشر مازي. بعد تراجعات اللي شهدها السوق في نهاية شهر يناير، استعاد مؤشر مازي التوازن ديالو هذا الأسبوع. أغلق المؤشر في جلسة الجمعة 6 فبراير على ارتفاع بنسبة 1.02%. وصل المستوى الحالي للمؤشر ل 18306.80 نقطة. هذا الارتفاع كيعكس عودة القوة الشرائية عند المستثمرين وتفاؤلهم بالنتائج السنوية المرتقبة. حجم التداولات والسيولة. من ناحية النشاط هذا الأسبوع كان متميز بسيولة مرتفعة. وصل حجم المعاملات الإجمالي ل 2 مليار درهم. هذا الرقم كيعني زيادة واضحة مقارنة بالأسبوع الماضي، وكيدل على أن هناك تدفقات مالية جديدة دخلت للسوق المركزي، خصوصا في القيم القيادية بلو تشيبس. أداء الأسهم. الارتفاعات والانخفاضات. سوق الأسهم عرف تباين في الأداء بين القطاعات. أبرز الارتفاعات: سهم ماروك ليزينغ تصدر القائمة بارتفاع بنسبة 5.99% ليستقر في ثمن 370.95 درهم. قطاع الأبناك عرف انتعاش قوي، خصوصا سهم بانك أوف أفريكا اللي ارتفع ب 4.50% ووصل لثمن 209 درهم. شركتي طاقة ماروكو وزيليجا حققوا نمو بنسبة 5.97%. أبرز الانخفاضات: في المقابل، استمر الضغط على قطاع المعادن، حيث تراجع سهم أسامي بنسبة 5.03% ليصل لثمن 5300 درهم. سهم مغرب أكسجين انخفض ب 4.25%. شركة طاقة ماروكو تراجعت ب 2.75%. خلاصة الأسبوع والتوقعات. السمة الغالبة على تداولات هذا الأسبوع هي إعادة بناء المراكز. المستثمرين استغلوا التراجع في الأثمنة في الأسبوع الماضي باش يعودوا يشريوا في أسهم عندها مؤشرات نمو قوية. الأنظار حالياً موجهة للاجتماعات القادمة لمجالس الإدارة اللي غادي تعلن على توزيع الأرباح dividends.